يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في لحظات في العمر الحقيقة بتبقى أغرب من الخيال، والمنطق بيقف عاجز قدام اللي العين شايفاه. النهاردة هنفتح أبواب مقفولة على حكايات بيحكوها في السر، وقدرات بشرية بتكسر كل القوانين اللي اتعلمناها. هنروح لمكان ملوش ملامح في المكسيك، ونشوف لغز طبي بيتحرك قدامنا، ومنها لزحمة شوارع الهند اللي مليانة عجايب وتقاليد علاج غريبة، لغاية ما نوصل لقوة مرعبة مفيش حد يقدر يصدقها. ركز في كل دقيقة، عشان اللي هتشوفه دلوقتي مش مجرد فيديوهات، دي حقايق بتظهر للنور لأول مرة. ويلا بينا. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب بنتين ممكن تشوفهم في حياتك. البنتين دول هم جابرييل وكاسي من أمريكا، ومولودين بحالة نادرة جدا لدرجة إنهم من غير أطراف خالص، لا إيدين ولا حتى رجلين. زي ما أنت شايف كده هم عبارة عن نص جسم فقط، والحالة دي طبيا معروفة بمتلازمة التراجع الذيلي في أصعب درجاته. ولكن رغم كل ده البنات دول اتحدوا الطبيعة وبقوا من أشهر الشخصيات في العالم، وبيتحركوا وبيعيشوا حياتهم بكل تفاؤل. فسبحان الله اللي بيدي قوة للإنسان مهما كانت ظروفه. سيبك بقى من الحالات النادرة وقوة الإرادة، وتعالى أوريك الناس اللي بتتعالج في نص الشارع. تعال بقى النهاردة نشوف أغرب علاج موجود في شوارع الهند، ولا مستشفى ولا عيادة، هيعالجوك في قلب الشارع. لو عندك ألم في ظهرك أو في الفقرات هتقعد كده، وهيعالجوك بنفس الطريقة اللي انت شايفها دي. والسر اللي مخليهم واثقين كده هو مهنة البهلوان، وده نوع من الطب الشعبي الهندي القديم اللي بيعتمد على إعادة ضبط الفقرات يدوياً. المعالجين دول عندهم خبرة كبيرة في تشريح الجسم، وبيعرفوا ازاي يضغطوا على نقط الأعصاب عشان يفكوا التشنج فوراً، ويرجعوا كل حاجة مكانها من غير جراحة ولا بنج. سيبك بقى من وجع الظهر، وتعالى أوريك واحد حياته كلها عبارة عن بلبطة في المية. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب راجل موجود في البرازيل، واللي اسمه جون فايبر. الراجل ده مشهور جدا، وبيسموه كمان برجل الاستحمام، عشان معظم الحركات اللي بيعملها جوه البانيو. والحقيقة إن جون فايبر مش مجرد هاوي، ده فنان سيرك محترف قدر يبتكر أسلوب جديد بيجمع بين المرونة المذهلة والاسترخاء في المية، والتكنيك ده خلاه واحد من أغرب صناع المحتوى في العالم. والهدف من اللي بيعمله ده هو تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس كأطول عرض بهلواني ترفيهي بيتم تقديمه بالكامل داخل حوض استحمام، عشان يثبت إن الإبداع ملوش حدود حتى في أغرب الأماكن. سيبك بقى من اللي بياكل في البانيو، وتعالى نروح أمريكا، بس المرة دي في العيادات. تعالى بقى أوريك الشغل الاحترافي بجد في عيادات أمريكا مع الدكتور برايتون، أشهر معالج في النوع ده. هنا بقى العلاج بيجيب من الآخر وفي وقتها، ولا هتاخد حقن ولا هتبلع أدوية. والسر كله في تكنيك الكايروبراكتيك، وده علم بيعتمد على إنه يظبط فقرات العمود الفقري بإيده. وصوت الطرقعة المرعب اللي بتسمعه ده ما تقلقش خالص، ده مجرد تفريغ لفقاعات غاز جوه المفاصل، والحركة دي بتشيل الضغط من على الأعصاب فوراً، وبترجع جسمك لحالته الطبيعية. راحة ما بعدها راحة. سيبك بقى من الراحة والعلاج، وتعالى أوريك القوة المرعبة اللي بتفرتك بطيخة في ثانية. لو فاكر إن رجليك قوية، شوف الأوكرانية أولجا لياشوك بتعمل إيه في البطيخ. دي صاحبة أقوى رجلين في العالم، والسر في قوة العصر أو الكراشنج باور المرعبة عندها. أولجا دخلت موسوعة جينيس بعد ما فرتكت 3 بطيخات في 14 ثانية بس، والضغط اللي بتولده عضلاتها بيعادل قوة مكبس آلي، لدرجة إنها بتكسب بطولات أقوى امرأة في العالم، وبتحطم أرقام قياسية مفيش رجالة يقدروا يقربوا منها. قوة حقيقية تخليك تقول سبحان الله. سيبك بقى من القوة العضلية والأرقام القياسية، وتعالى أوريك حاجة تانية خالص. تعالوا بقى نشوف أغرب الألعاب اللي بيلعبوها في الهند، واللي بيسموها بعمود الكاوتش. أيوة يا سيدي، الناس بتجيب عمود من الخشب أو عمود من الحديد وبيتثبت في الأرض وبتلعب بيه. بيجيبوا كاوتشات العجل وبيرموها في العمود، وأكتر واحد بيدخل عدد يبقى هو الكسبان. واللي لازم تعرفه إن اللعبة دي مش مجرد تسلية، دي نسخة شعبية ومبسطة من رياضة هندية عريقة اسمها ملخمبة، والكلمة دي معناها عمود المصارعة. ودي رياضة بتعتمد على قمة التركيز العضلي والذهني عشان تقدر تتحكم في الأجسام وهي طايرة في الهواء وتصيب الهدف بدقة متناهية. في الآخر هي دي قدرات البشر اللي مش بتخلص، ما بين قوة عضلية مرعبة وعلات بالطرقعة ملوش زي. يا ترى لو خيروك تختار واحدة من القدرات دي، هتحب تكون عندك قوة أولجا ولا تريح جسمك عند دكتور برايتون؟ اكتبوا لي اختياركم في التعليقات، وما تنساش تظبطنا في اللايك عشان رحلتنا في كشف أغرب أسرار الكوكب لسه بتبدأ. أشوفكم على خير، سلام.